عمرك سألت نفسك قبل كده ليه اسم الشهر اللي بنصوم فيه هو رمضان؟ وهل الاسم ده جاي من الإسلام ولا كان موجود قبل كده؟ والأهم، مين اللي سمى شهر رمضان بالاسم ده؟ النهاردة هنعرف القصة كاملة من أيام العرب قبل الإسلام لحد ما بقى رمضان أعظم شهر في السنة عند المسلمين. أولا، أسماء الشهور قبل الإسلام. قبل ما الإسلام يجي، العرب كان عندهم تقويم قمري، يعني بيعتمد على القمر مش الشمس، وكان بيسموا الشهور حسب الطقس أو الأحداث اللي بتحصل وقتها. بمعنى شهر فيه حر اسمه هيبقى له علاقة بالحر، شهر فيه قتال هيبقى اسمه له علاقة بالحرب، شهر فيه تحريم هيبقى اسمه له علاقة بالمنع. ومن هنا بدأت قصة رمضان. معنى كلمة رمضان: كلمة رمضان جاية من الجذر العربي رمضة، والكلمة دي معناها الرمضاء، أي الأرض التي سخنت من شدة الشمس أو الحر الشديد أو القيظ. يعني ببساطة كلمة رمضان بتساوي شدة الحر. طيب ليه تسمى كده؟ العرب لما سموا الشهور، شهر رمضان كان بيجي في وقت حر شديد جدا، فسموه رمضان عشان يعبر عن الجو اللي كانوا عايشين وقتها. يعني الاسم مش ديني في الأصل، ده اسم وصفي مرتبط بالطقس. مين اللي سمى شهر رمضان؟ العرب زمان كانوا مختلفين في أسماء الشهور. في وقت من الأوقات حصل اتفاق بين القبائل على توحيد الأسماء، والشخص اللي ينسب ليه الموضوع ده هو كلاب بن مرة، وهو من كبار زعماء العرب قبل الإسلام، وتم في عصره تثبيت أسماء الشهور الهجرية بالشكل اللي نعرفه النهاردة، ومن ضمنها شهر رمضان. وهنا نسأل سؤال مهم: طب ليه رمضان بيجي في الشتاء أحيانا؟ لأن التقويم الهجري قمري، والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية بحوالي 11 يوم، فبالتالي رمضان يلف على كل فصول السنة، مرة يجي في الصيف، مرة في الشتاء، مرة في الربيع، لكن الاسم فضل ثابت حتى لو مفيش حر. رمضان بعد الإسلام: لما جاء الإسلام ما غيرش أسماء الشهور، ولكن غير مكانة رمضان، وبقى شهر الصيام، شهر القرآن، شهر المغفرة والرحمة. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يعني الاسم قديم، لكن القيمة والمكانة بقت أعظم ما يكون. الخلاصة: اسم رمضان جاي من الحر الشديد، التسمية حصلت قبل الإسلام، الاسم ثبت في عصر كلاب بن مرة، الإسلام أقر الاسم ورفع قدر الشهر، رمضان بقى أعظم شهر في السنة عند المسلمين.